ازاي اسورة عمرها 3000 سنة تختفي من المتحف ويتحول كنز فرعوني لأكوام ذهب مسحورة؟ القصة اللي قلبت الدنيا وخلت الناس كلها تسأل مين المسؤول. ازاي الحماية ما اشتغلتش والاسورة دي كانت ممكن تخلت حضارة لو اتحفظت، وبدل كده راحت في المسبك. ودلوقتي هنبدأ نتكلم في أول نقطة في حلقة النهاردة، وهي إيه اللي حصل فعلا وبداية القصة. عشان نفهم القصة دي، وعلى فكرة لازم تتابعوا القصة دي للنهاية، لأن في كلام أنا هقوله النهاردة ما اتكلمتش عنه أي حد قبل كده وما اتذكرش في وسائل الإعلام ومحدش قدر يوصل له، وإحنا الحمد لله قدرنا نوصل له. ودلوقتي لازم نبدأ من بداية الحكاية، وهي ايه اللي حصل فعلا. يوم 9 سبتمبر 2025 اتلاحظ اختفاء اسورة اثرية من خزنة حديد في معمل الترميم في المتحف المصري. الاسورة كانت من عصر متأخر للحضارة المصرية وعمرها حوالي 3000 سنة، ومعمولة من ذهب تقيل وفيها خرزة من اللبيس الأزوري، نوع من الحجر شبه الأحجار الكريمة، وكانت مهمة جدا في الزخرفة الفرعونية. ووزارة السياحة والآثار والجهات الأمنية كونوا لجنة جرد للقطع في المعمل، وكمان تم تعميم صورة الإسورة عن منافذ الحدودية والمطارات والموانئ عشان لو حد حاول يهربها. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي مين المتورط وتتبع السلسلة. المتورطة الأولى أخصائية ترميم في المتحف، استغلت وجودها في المعمل وسرقتها بأسلوب المغافلة، يعني بدون صخب. استغلت الثقة والمكان، وبعد كده راحت الإسورة لصاحب محل فضيات في السيدة زينب، وده باعها لصاغي، وبعدها لمالك ورشة دهب، وأخيرا لعمال في مسبك الدهب. المبالغ المتداولة في الصفقة كانت حوالي 180 ألف جنيه في أول بيعة، وبعدين المالك في المسبك اشتراها وباعها تاني بمبلغ 194 ألف جنيه قبل الصهر والدمج مع دهب تاني. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي اللحظة المأساوية، الصهر وفقدان الأثر. بعد ما وصلت الإسورة دي للمسبك تم صهرها، وده معناه إن هي اتدمست أو اتهدمت ولم تعد موجودة في شكلها الأثري، وتم صهرها، وده معناها فقدان جزء من التاريخ، لأن بريق النقوش والتركيب الأثري الأصلي مش ممكن ترجع له بعد الصهر. القصة مش بس سرقة، دي إعدام، إرث حضاري. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي الجانب القانوني والإجراءات الأمنية. الجهات المختصة وزارة الداخلية والنيابة العامة ومكتب الآثار كلهم تم تحريكهم للتحقيق، وتم القبض على جميع المتورطين، أخصائية الترميم، صاحب محل الفضيات، مالك الورشة، وعامل المسبك. والأموال الناتجة من صفقة البيع تم استردادها، والإجراءات القانونية ماشية، والقضية حاليا تحت التحقيق. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الأبعاد الأوسع. ليه الموضوع كبير جدا؟ الموضوع مش سرقة قطع أثرية وبس، ده تحذير كبير، لأن الأثر ممكن يضيع لو الحماية الداخلية مش متورطة. حتى لو المتحف معروف، التوقيت كمان حساس جدا. قبل أيام من الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، الناس بتتساءل إذا ده عرض للإهمال هيأثر على سمعة المؤسسات الثقافية المصرية ولا لأ. وفي النقش، القيمة المادية للإسورة أقل بكتير من القيمة الثقافية والتاريخية. الإسورة لو كانت محظوظة أو محفوظة كانت هتكون جزء من تراث نقدر نتكلم منه ونشوفه، أما دلوقتي بعد الصهر جزء كبير من التراث ده ضاع. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي عناصر غير واضحة وأسئلة مطروحة. الخرزة المفقودة، كان فيه خرزة لبس لازوري بالإسورة، لكن دلوقتي الخرزة دي مفقودة تماما ومحدش عارف وصلت لمين، أو هل تم الاحتفاظ بيها قبل السهر ولا لأ، وهل كان في كاميرات مراقبة جوه معمل الترميم. التقارير بتقول معمل الترميم ما كانش فيه مراقبة داخلية كافية. ودلوقتي بقى هنسأل سؤال مهم،
ليه الإعلان اتأخر؟ التأخير غالبا عشان التحقيق يكون هادي جدا، لكن هل ده نوع من الشفافية ولا حماية؟ وهل التأخير ساعد ولا سبب ضرر؟ ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي التأثير على الجمهور والإعلام وردود الفعل. الجماهير أثارت غضبها وعبرت عن غضبها على السوشيال ميديا، لكن الكل بيقول ليه مفيش تأمين كافي؟ وليه حد يسرق حاجة من تراث بلدنا؟ وغيرها من التساؤلات. والإعلام ركز على الفشل في الحماية، وعلى إن المسؤولين لازم يتحاسبوا، وعلى تعلم الدرس قبل الافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير. كمان العلماء والمتخصصين أثاروا موضوع لو الأثريات بتتنقل أو بتتعرض للمعامل لازم يكون في إجراءات صارمة وحماية مضاعفة. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي صورة الإسورة قبل السهر آخر ذكرى. اللي زود ألم بالقصة إن صورة الإسورة اتنشرت قبل ما تختفي نهائي. الصور اللي اتسجلت في كاميرات الموبايلات والمحلات كانت بتورينا قطعة فنية خالصة، الذهب المصقول اللي متجمع في شكل حلقة دائرية، والنقوش الصغيرة اللي معمولة بدقة فرعونية كأن هي بتحكي قصة ملك أو ملكة عاشوا من آلاف السنين. الناس وهي بتشوف الصورة دي دلوقتي بتحس جرح حقيقي، لان اللي موجود دلوقتي مش اكتر من سبيكة ذهب ملهاش معنى، بينما اللي راح كان حكاية كاملة متجسدة في معدن واحجار كريمة. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم في النقطة الاخطر، وهي الخيانة من جوه اللي خلى القضية دي توجع قلوب كتير. مش بس ان الاسورة اتسرقت، لكن مين اللي سرقها؟ مش حد غريب تسلل جوه المتحف، ولا عصابة مسلحة كسرت الأبواب، لأ دي كانت أخصائية ترميم، شخص المفروض شغلته إنه يحمي الأثر، ينقذه من الكسر والتلف، يعالجه لو الزمن لعب فيه. هو نفسه اللي مد إيده وخان الأمانة. دي مش بس سرقة، دي خيانة من جوه البيت، والخيانة دي بتخلينا نسأل لو اللي ماسك المفتاح مش أمين يبقى المفروض نأمن نفسنا ازاي؟ ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن القيمة اللي ضاعت بين المادية والرمزية. خلينا نتكلم بالأرقام. الإسورة اتباعت أول مرة ب180 ألف جنيه، واتنقلت بعد كده لحد ما اتسهرت بحوالي 194 ألف جنيه. يعني في الآخر اللي حصل كله عشان مبلغ ما يجيبش شقة صغيرة في أي منطقة متوسطة في القاهرة، لكن قيمتها التاريخية لا تقدر. الإسورة دي كانت هتبقى جزء من عرض عالمي في المتحف المصري الكبير، مكان بيستعد يستقبل ملايين الزوار من كل أنحاء العالم، كانوا ممكن يقفوا قدامها يتأملوا جمالها ويتعلموا منها حكايات عن أجدادنا. النهاردة الحكاية راحت والدرس ضاع، واتبدل كله برقم في دفتر لتاجر ذهب. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، سؤال الجمهور ازاي وصلنا للمرحلة دي؟ لما الخبر انتشر السوشيال ميديا انفجرت. فين التأمين؟ فين الكاميرات؟ ازاي حاجة بالشكل ده تتساهلوا معاها وتسيبوها من غير حماية كافية؟ هو مين اللي بيراقب الشغل جوه المعامل؟ الأسئلة دي مش بس غضب، دي صرخة من الناس العادية اللي حاسة ان تراثها بيتسرب من بين ايديها. كل واحد فيهم كان نفسه يشوف الإسورة دي بعينه. النهاردة مش هنشوف غير صورة قديمة واخبار عن مصيرها الحزين. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي الخرزة اللي اختفت. الجزء اللي زود الغموض اكتر، الخرزة الزرقاء من حجر اللازورد اللي كانت متثبتة في الاسورة. الخرزة دي مش مجرد ديكور، دي رمز للقوة والخلود عند المصريين القدماء. النهاردة الخرزة مش موجودة، راحت فين؟ محدش يعرف. في احتمال انها اتشالت قبل السهر واتباعت لوحدها كقطعة حجر كريم. يعني حتى واحنا بنتكلم عن السهر والفقدان لسه في جزء من الحكاية مفقود، وممكن يطلع فجأة في اي مكان وفي اي وقت بين ايد اي تاجر او جامع تحف. السؤال اللي ملوش اجابة، هل الخرزة دي لسه موجودة ولا راحت هي كمان في دوامة السوق السوداء؟ ودلوقتي بقى نتكلم عن صدمة العالم الخارجي. القصة دي ما وقفتش عند حدود مصر. وكالات انباء عالمية كبيرة زي رويترز وسي ان ان نشروا تفاصيلها.
العالم كله كان مترقب افتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر مشروع ثقافي أثري في القرن ال21، وفجأة يسمعوا عن قطع أثرية اتسرقت واتسهرت. الصدمة مش بس عند المصريين، دي عند كل واحد مهتم بالتاريخ الإنساني، لأنه ببساطة الأثر ده مش ملك مصر لوحدها، ده ملك الحضارة الإنسانية كلها. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الثغرات الأمنية، الدرس اللي اتعلمناه. التقارير اللي خرجت قالت ان معمل الترميم ما كانش فيه كاميرات داخلية كافية. هنا السؤال، ازاي حاجة بالخطورة دي يحصل فيها اهمال بالشكل ده؟ ولو كان فيه كاميرات من الاول يمكن السرقة دي ما كانتش هتحصل، او على الاقل كان هيكتشف الموضوع اسرع من كده قبل ما الاسورة تدوب في افران المسبك. دي ثغرة كبيرة وبتدي انذار احمر، محتاجين اعادة نظر شاملة في منظومة تأمين الاثار، مش بس على مستوى المتحف المصري الكبير لكن في كل مواقع الاثار في مصر. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي صوت الباحثين وعلماء الآثار. العلماء في مصر وخارجها عبروا عن استياء شديد، قالوا ان الاسورة دي مش مجرد ذهب، دي مصدر معرفة من خلالها كان ممكن يعرفوا تقنيات صناعة المجوهرات في العصر المتأخر، ونوعية الأحجار اللي كانوا بيستوردوها، وحتى أذواق المصريين القدماء في الحلي. كل معلومة ضاعت مع سهر الاسورة، وده اللي بيخلي العلماء يعتبروا اللي حصل مش جريمة سرقة وبس، لكن كمان جريمة عالمية حرمتهم من دليل كانوا محتاجينه لفهم جزء من التاريخ. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي المتحف المصري الكبير تحت المجهر. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده مشروع حلم مصر كلها بقاله أكتر من 20 سنة. افتتاحه اتأجل أكتر من مرة لحد ما بقى أيقونة العالم كله مستنيها، وكل التفاصيل فيه معمولة عشان تعكس عظمة حضارة 7000 سنة. وفجأة قبل ما تتفتح أبوابه بالكامل للعالم يطلع خبر زي ده، كأن العالم كله بيبص للمتحف وبيقول لو قطع أثرية جوه معمل الترميم اتسهرت أمال لما يفتتح هيحصل ايه؟ القصة هنا مش بس اسطورة راحت، دي كمان ضربة في سمعة مكان المفروض يبقى رمز للفخر القومي. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن التحقيقات. مشاهدة من جوه النيابة لما بدأت التحقيقات، المشهد كأنه مسلسل بوليسي. أخصائية الترميم اللي خانت الأمامة وانهارت قدام المحققين، واعترفت إنها استغلت غياب الرقابة، والتجار نفسهم اللي باعوا واشتروا كل واحد منهم كان بيدور على مصلحته. لكن اللي صدم الكل إن حد يقدر يصهر أثر عمره 3000 سنة عشان شوية جرامات ذهب. في الاستجوابات كانوا بيتسألوا انت كنت فاكر ايه وانت بتمسك الاسورة؟ كنت حاسس انك ماسك تاريخ بلد ولا شايفها مجرد حتة ذهب؟ الاسئلة فضلت تتكرر، بس الاجابات كلها فقيرة وما فيهاش وعي وما فيهاش اي احساس بالمسؤولية. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي الناس العادية. غضب الشارع اللي شاغل الموضوع اكتر هو رد فعل الناس في الشارع. ناس كتير قالت احنا مش لاقيين ناكل ودهب اجلنا بيتباع في ورش صغيرة ويتصهر، ليه نسيب تراثنا يتبهدل؟ هو ده اللي متبقي من حضارتنا، ليه نضيعه كده؟ حتى الشباب على السوشيال ميديا عملوا هاشتاجات زي رجعوا اسورة التاريخ وحماية الآثار مسؤولية. الغضب كان عام، الكل حاسس ان حاجة تخصه شخصية اتسرقت منه. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي سؤال عن الرقابة. واحد من النقاط اللي اتكررت في النقاشات، فين الكاميرات؟ ازاي ما فيش عين بتوصل اللي حصل جوه معمل الترميم؟ في تقارير بتقول ان الكاميرات كانت متوفرة بره القاعة الاساسية، لكن جوه المعمل ما فيش مراقبة كافية. الموضوع هنا فتح ملف اكبر، هل فعلا احنا بنأمن تراثنا بالشكل الكافي ولا في اهمال في التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تفتح باب الكارثة؟ ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي مقارنة مع جرائم سابقة. اللي حصل ده مش اول مرة سرقة آثار مصر، لكن اللي بيميزها عن اي جريمة حصلت قبل كده اول مرة اثر جوه المتحف المصري الكبير نفسه يتعرض لكده. قبل كده كانت في محاولات تهريب عبر المطارات او مخازن صغيرة في محافظات، لكن المرة دي مختلفة.
هنا العالم كله بيراقب، واللي زود حساسية الموضوع ان دي مش سرقة من عصابة منظمة اجنبية، لا دي من قلب المؤسسة نفسها. يعني الخطر مش بس من بره لكن كمان من جوه. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الخرزة الغامضة، اللغز اللي لسه عايش. موضوع الخرزة الزرقاء اللي اختفت بقى كأنه رواية بوليسية جوه رواية. هل الخرزة اتباعت بشكل منفصل قطعة حجر كريم نادرة؟ هل حد من التجار خباها، ولا راحت في جيب حد من اللي اتورطوا ولسه متخزنة في بيته او في خزنة؟ في تحقيقات بيتقال ان مفيش اثر للخرزة بعد السهر، بس في نفس الوقت الناس اللي فاهمة في السوق السوداء عارفة ان الاحجار الكريمة ما بتتسهرش زي الذهب وتتباع لوحدها، وده اللي خلى القضية فيها غموض لحد دلوقتي. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي المشهد الإعلامي الدولي. بعد إعلان السرقة الصحف العالمية ووصفت اللي حصل إنه كارثة ثقافية. مقالات يعني في أوروبا وأمريكا قالت إزاي ندي ثقة في حماية الآثار المصرية، أو أثر من جوه المتحف الكبير نفسه ضاع كده. الصحفيين الأجانب ركزوا على نقطة مهمة: مصر طول الوقت بتحارب التهريب ومحاولة سرقة الآثار، لكن لما الحاجة تضيع من جوه مؤسسة بحجم المتحف المصري الكبير فهي سؤال كبير عن المنظومة كلها. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي المستقبل. دروز لازم تتفهم. رغم الألم اللي حصل، فيه نقطة إيجابية: الحادثة دي كشفت ثغرات كان لازم تتسد من بدري. دلوقتي في كلام عن تركيب كاميرات في كل زاوية حتى جوه معامل الترميم، إعادة تدريب العاملين بشكل يركز على الأمانة والمسؤولية، إجراءات صارمة أكتر في حركة القطع الأثرية جوه وبره المخازن. الحكاية دي ممكن تكون درس قاسي لكنه ضروري، لأن الأثر اللي ضاع خلاص مش هيرجع، لكن اللي باقي لازم نعرف إزاي نحميه. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي إحساس علماء الآثار. تخيل معايا عالم آثار أو باحث شغال بقاله سنين عشان يكتب رسالة دكتوراه عن الحلي في العصر المتأخر، يقرأ يدور ويستنى يوم يشوف القطعة الأصلية في المتحف عشان يكتب ملاحظاته عليها، وفجأة يسمع إن القطعة اللي كان مستنيها اتسهرت. الإحباط هنا مش بس إحباط شخصي، ده إحساس إن مجهودك العلمي ضاع. الأسورة دي كانت هتكون دليل مادي يكمل دراسات كتير. دلوقتي الباحثين هيعتمدوا على الصور الفوتوغرافية والمستندات، لكن مفيش حاجة تدل أو تخليك تشوف الأصل وتلمسه بعينك وتفهم تفاصيله. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الجانب النفسي للجريمة. اللي عملوا الجريمة دي سواء الأخصائية أو التجار شايفين الأسورة مجرد حتة ذهب، لكن بالنسبة لأي مصري أو عاشق للتاريخ الأسورة كانت حكاية. هنا الصراع، واحد شايف القيمة في الجرامات اللي هتتباع، والتاني شايف القيمة في الذكريات والرموز والمعنى. اللي مؤلم أكتر إن الجريمة دي فضحت إن في ناس ممكن تبيع التاريخ كله مقابل مبلغ مش كبير، كأن الخيانة بقت أسهل من الحفاظ على الأمانة. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي مشهد السهر الدراما الكاملة. تخيل اللحظة اللي أسورة عمرها آلاف السنين منحوتة بدقة ومحملة بقيمة رمزية كبيرة بتتحط جوه بوتقة من النار في مسبك شعبي. النار بتاكل النقوش والذهب يبدأ يسيح ويفقد شكله. اللحظة دي مش مجرد مشهد سهر معدن، دي لحظة إعدام لتاريخ كامل. واللي كانوا واقفين يتفرجوا على المشهد ده هل كانوا فاهمين إنهم بيحرقوا صفحة من كتاب الحضارة، ولا كانوا شايفينها مجرد صفقة؟ ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي مناقشات البرلمان والرأي العام. بعد الحادثة دي الموضوع وصل للبرلمان، النواب بدأوا يسألوا: فين الرقابة على المخازن والمعامل؟ ازاي تسيبوا قطعة بالتقل ده من غير كاميرات؟ ايه خطط الوزارة عشان يتفادوا اللي حصل ده انه يتكرر تاني؟ الحكومة اضطرت ترد وتقول ان هي شغالة على تعزيز الامن، وان اللي حصل هيكون نقطة انطلاق لتغيير جذري في السيستم كله. لكن بالنسبة للرأي العام الاجابات دي مش كفاية، الناس عايزة تشوف افعال مش مجرد تصريحات. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي اثر القصة على الطلاب والشباب. كتير من الشباب المصريين بيحبوا يحلموا انهم يبقوا مرشدين سياحيين او باحثين او حتى مصممين فنون مستوحاة من الحضارة القديمة. لما يشوفوا ان حاجة زي الأسورة ممكن تضيع بالسهولة دي الاحباط يضرب جواهم. لكن في نفس الوقت القصة دي بقت جرس انذار لجيل كامل. كتير من الشباب
بدأوا يقولوا احنا لازم نبقى الجيل اللي يحافظ مش اللي يفرط. يعني في وسط الغضب ده اتولدت شعلة وعي جديدة. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن السيناريوهات اللي ما حصلتش. تخيل لو الاسطوره دي ما انصهرتش وكان تم استردادها قبل ما تختفي، كانت هتبقى قصه نجاح عالميه. مصر انقذت اثر فرعوني من براثن التهريب، كانت الصحف الاجنبيه هتكتب بعناوين ايجابيه، والمتاحف الدوليه هتشيد بسرعه التحرك. لكن للاسف اللي حصل العكس، الاثر انصهر والخسائر بقت عنوان. هنا الدرس: اي لحظه تاخير في التحرك، اي اهمال صغير ممكن يغير مصير قطعة للأبد. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي الأسئلة اللي لسه بتطارد الناس. هل فعلا كانت دي أول مرة يحصل إهمال من النوع ده، ولا في حاجات تانية اتسرقت وضغطت عليها؟ الخرزة الزرقاء فين؟ ولو ظهرت في مزاد عالمي بعد سنين، هل مصر هتقدر تثبت ملكيتها ليها؟ ايه الضامن ان باقي الكنوز جوه المتحف الكبير امان فعلا؟ الأسئلة دي مش هتختفي بسهولة، وهتفضل دايما مربوطة بالحادثة دي. ودلوقتي اللي بيأكد خطورة الموضوع إن الحادثة دي مش مجرد واقعة سرقة عادية، دي ضربة لهيبة مصر قدام العالم كله. يعني ازاي متحف بحجم وضخامة المتحف المصري الكبير اللي اتبنى عشان يبقى جوهرة المتاحف العالمية يحصل فيه تسريب امني يخلي قطعة اثرية تتسرق بالسهولة دي؟ الاعلام العالمي ما سابش الموضوع، كل المواقع الأجنبية كتبت عناوين من نوع مصر تخسر جزء من تاريخها الغالي. وده عمل دوشة كبيرة، والناس بدأت تسأل لو قطعة صغيرة زي دي اتسرقت، يا ترى في حاجات أكبر ممكن تختفي ومحدش يعرف عنها حاجة؟ الموضوع كمان بقى قضية رأي عام، السوشيال ميديا مولعة والناس مش سايبة أي تفاصيل. في ناس بتلوم إدارة المتحف وتقول إن في تراخي أو إهمال، وفي ناس تانية شايفة إن القصة أكبر من مجرد إهمال، وإن في شبكة منظمة بتستهدف الآثار المصرية. التعليقات على الفيسبوك وتويتر كانت مليانة غضب وسخرية في نفس الوقت. ناس كتبت يعني نسيب المتاحف بالجردات والكاميرات والليزر وفي الآخر الأسورة تطير، وناس تانية قالت هو المتحف الكبير بقى مول تجاري ولا ايه؟ لكن اللي محدش يقدر ينكره ان قيمة القطعة دي مش مادية وبس، لا دي قيمة تاريخية ورمزية. دي مش مجرد اسورة من ذهب، دي اسورة اتلبست من آلاف السنين وكانت جزء من حياة شخصية ملكية في الحضارة المصرية. يعني القطعة دي شاهدة على لحظة من لحظات المجد، ووجودها جوه المتحف مش بس عشان تتعرض للناس، لكن عشان تحكي قصة. ولما قطعة زي دي تختفي يبقى كأننا فقدنا جزء من الرواية نفسها، وده اللي مخلي كل حد حاسس بمرارة في قلبه. ومن الناحية الرسمية وزارة الداخلية والنيابة العامة اتحركوا بسرعة جدا وبدأوا تحقيقات واسعة واستدعوا موظفين، وحصل استجوابات لعمال الأمن وحتى بعض الزوار اللي كانوا موجودين وقت الحادثة. بس الجديد بقى ان في كلام اتقال ان الكاميرات فعلا رصدت تحركات غريبة قبل الواقعة بساعات. هل معنى كده ان الموضوع كان مترتب؟ هل في شخص او مجموعة كانوا بيدرسوا الوضع؟ لحد دلوقتي محدش اكد التفاصيل دي، بس وجود كلام زي ده بيخلي الحكاية كلها باينة ان هي مش مجرد صدفة. والاغرب ان في ناس بدأت تلمح ان القطعة ممكن تكون خرجت برا مصر بالفعل. تخيل يعني في غضون ايام او ساعات من اختفائها في احتمال ان هي تبقى دولة تانية او في مخزن سري لتجار اثار. الفرضية دي رغم انها صعبة لكن مش مستحيلة، خصوصا لو اللي خطط عنده شبكة قوية في التهريب. وده اللي بيخلينا نفكر ان تجارة الاثار غير الشرعية لسه مزدهرة في العالم كله، والقطع المصرية هي الاغلى والاكثر طلبا، وده اللي بيخليها هدف دائم. في نقطة تانية مهمة جدا، ليه الاسورة دي بالذات؟ ليه مش قطعة تانية من اللي معروضة؟ هنا بقى في سيناريوهين. الاول ان الشخص اللي سرق كان عنده امر مباشر بالقطعة دي بشكل محدد كأنها متباعة من قبل ما تتاخد، والتاني القطعة دي هي الاسهل من ناحية الحماية او مكان العرض. وفي الحالتين ده بيورينا ان العملية دي مدروسة ومش عشوائية. ووسط الزحمة دي كلها في اصوات طلعت وتقول ان اللي حصل ده ممكن يكون مؤامرة لتشويه صورة المتحف الكبير اللي لسه في بداياته. يعني ايه؟
يعني في ناس مش عايزة مصر يبقى عندها متحف بالمستوى العالمي ده عشان المنافسة تبقى أقل. نظرية المؤامرة دي ليها جمهور وناس كتير مقتنعة بيها، لكن هل في دليل؟ لا، لحد دلوقتي مجرد كلام وتحليلات. الصحافة العالمية كمان بدأت تربط بين اللي حصل في المتحف وبين تاريخ طويل من سرقة الآثار المصرية. مقالات كتير كتبت منذ القرن التاسع عشر والآثار المصرية هدف للسرقة، وربطوا حادثة الإسورة بسرقات حصلت قبل كده في أماكن مختلفة، وده فتح جرح قديم إزاي إن كتير من الكنوز المصرية دلوقتي معروضة في متاحف العالم ومش راجعة لمصر اللي هي موطنها الأصلي. لكن يمكن أكتر حاجة تخلي الموضوع يمس أو يوجع الناس إن القصة دي مش مجرد بعيدة عنهم. أي مصري حاسس إن دي حاجة بتخصه شخصية ليه، عشان الآثار دي مش مجرد حجارة أو ذهب، دي رمز للهوية ورمز للحضارة اللي احنا طول الوقت بنفتخر بيها. واللي بيخلي الغضب أكبر إن بعد سنين من الانتظار عشان نفتتح المتحف ده نلاقي أول خبر عالمي يطلع عنه هو خبر سرقة. ووسط كل ده في ناس بدأت تربط الموضوع ده بتكنولوجيا الحماية نفسها. يعني ايه؟ يعني هل ممكن التكنولوجيا اللي اتكلفت ملايين عشان تحمي متحف فيها ثغرات؟ في تقارير بتقول ان نظام الانذار كان شغال بس في لحظة معينة حصل فيه عطل. لو الكلام ده صحيح يبقى اللي خطط عنده خبرة تقنية عالية وقدر يستغل العطل ده في اللحظة المناسبة، وهندخل في دايرة اوسع. مين اللي عنده القدرة يعمل حاجة زي دي؟ والأغرب والأخطر إن في رواية ظهرت من موظف سابق في المتحف واتسربت للصحافة. الموظف ده بيقول إن في ناس جوه عارفين تفاصيل دقيقة عن مواعيد تبديل الورديات ومكان تخزين المفاتيح الاحتياطية وحتى وقت الصيانة والدورات للكاميرات، ودي معلومات مش أي حد يعرفها. وده فتح باب جديد. هل في تواطؤ داخلي؟ يعني ممكن يكون حد من جوه ساعد بشكل مباشر او غير مباشر، وده اخطر سيناريو لان معناه ان في خيانة من قلب المكان اللي المفروض يحافظ على التاريخ. والنيابة لما سمعت الكلام ده قررت توسع التحقيقات بشكل اعمق، وابتدوا يراجعوا سجل الدخول والخروج للموظفين ويشوفوا مين كان موجود في وردية اليوم اللي حصلت فيه السرقة. كمان اتقال ان في استدعاءات لناس مش موظفين امن بس كانوا اداريين. يعني الموضوع ما بقاش مجرد شبهة اهمال، لا بقى احتمال وجود مخطط داخلي. وده خلى الناس على السوشيال ميديا تكتب احنا مش محتاجين حرامي من بره، واضح ان الحرامي من جوه. والغريب بقى ان في اشاعات صغيره ابتدت تتنشر ان القطعه اتباعت فعلا، وان في صور اوليه ظهرت على جروبات سريه في الدارك ويب. طبعا لحد دلوقتي ما فيش اي جهه رسميه اكدت او نفت الموضوع ده، لكن اللي بيخلي الناس تصدق ان السوق السوداء للاثار بتشتغل كده فعلا. اول ما قطعه تتسرق يتعمل بيها مزاد سري على الانترنت لعدد محدود من المشترين، ولو ده صحيح يبقى رجوع الاسوره هيبقى شبه مستحيل. لكن في وجهة نظر تانية ظهرت ان بعض الخبراء قالوا ان الموضوع كله ممكن يكون بروباجندا. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في مبالغة متعمدة في تفاصيل السرقة عشان تلفت الانتباه وتعمل دوشة اعلامية ضخمة حوالين المتحف. ودي رواية صادمة بصراحة، بس اللي بيؤمن بيها بيقول طب ما هو لحد دلوقتي مفيش صور واضحة لعملية السرقة ومفيش فيديو اتنشر رسمي، كله كلام وتسريبات. فهل الموضوع فعلا اكبر من مجرد سرقة؟ ووسط كل الجدل ده في نقطة مهمة العالم كله بيراقب. اليونسكو نفسها علقت وقالت ان هي قلقة جدا من الحادثة وبتتابع التطورات مع السلطات المصرية. وكمان في بعض المتاحف العالمية الكبيرة بعتت استفسارات رسمية عشان تفهم اللي حصل. وده بيورينا قد ايه الحادثة دي مش قضية داخلية وبس، دي بقت قضية دولية، وكل خطأ بيتسجل وكل خطوة مصر بتاخدها متصورة وبتتكتب عنها تقارير في الجرايد العالمية. في النهاية القصة دي لسه مليانة غموض والإجابات مش كلها واضحة. مين اللي قدر يخترق أقوى نظام أمني في مصر؟ هل في خيانة داخلية؟ وهل الأسورة لسه جوه مصر ولا خرجت بره من زمان؟ أسئلة كتير مفتوحة، والأكيد إننا هنفضل نتابع لحظة بلحظة أي جديد في الموضوع ده، لأن دي مش مجرد قطعة ذهب، دي حتة من تراث مصر. ولو عايز تعرف كل التفاصيل أول بأول وتسمع تحليلات
اعمق عن اسرار الحضاره المصريه اللي لحد النهارده بيخبي لنا مفاجآت. ما ينساش تعمل اشتراك في القناه دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان دوس لايك وشارك الفيديو مع اصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ونكمل مع بعض رحله الكشف في اعظم اسرار التاريخ المصري.